مساء الخير على احلى متابعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ بصوا في الفيديو السريع اللذيذ الجميل ده. دي فراخ بلدي شامورت صغننه جميله، طعمها تحفه. هنحشيها بحشوه مختلفه وان شاء الله تعجبكم. انا معايا حوالي كده كوبايه رز لكل فرخه، كانوا 4 فرخات. ومعايا بصلايه كبيره مفرومه، طبعا بهارات فراخ، ملح وفلفل اسمر وملح طبعا، ومعانا الورق اللورا والحبهان وجوزة الطيب ونص معلقة قرفة او ربع معلقة قرفة، وطبعا جزر وبصل وطماطم ومعلقة سمنة كبيرة. 3 فرخات معانا كبار اهم. هما كانوا 4. طبعا زي ما انتوا شايفين كده هبدأ ان انا اعمل الخلطة بتاعتي. بطاسة على النار هاخد معلقة سمنة بلدي وهحمر فيها الرز كده واشوحه كويس جدا لحد ما هو يتشوح معايا ويبقى ايه، مقرمش كده وكل واخد تشويحة حلوة. بعد كده بقى هضيف له شوية مية صغيرين مغليين، يعني قولوا كده نص كوباية مية على كمية الرز دي بتاعتنا، عشان انا مش عايزة اسويه تسوية كاملة طبعا، يعني يكون بيقرش شوية معايا، يعني نص تسوية. وبعدين هوطي عليه واسيبه على النار. هو هيتشرب شوية صغيرين جدا، هيكون يعني ما استواش، يعني تقريبا ني يعني. بعد كده هاخد بقى الكبد اللي انا طلعتها من الفراخ وهشوحها في معلقة سمنة علشان اضيفها واخلطها مع الرز. هحط لها شوية فلفل، شوية بهارات، احنا بهارات الفراخ او ال7 بهارات، ومعانا فلفل اسمر وملح. وهشوحها تشويحة حلوة كده لغاية ما تستوي. هي بتستوي بسرعة طبعا، ما بتاخدش سوا خالص، يعني هي استوت معايا خالص هي على الاخر. هخليها بقى لحد ما اخلطها مع الرز بتاعي يعني خلاص اتشرب المية وهو لسه ني. هاخد البصلاية نية المفرومة معايا كبيرة طبعا، وهحط بقى التوابل بتاعتي، ملح وفلفل اسمر، بهارات الفراخ، معلقة القرفة او ربع معلقة قرفة طبعا ما كتروش، جوز الطيب. دي هتدي طعم حلو جدا، والريحة ما اقولكمش ما شاء الله كانت تحفة. دي الخلطة بتاعتي الجميلة جدا دي. بحط بقى معلقة سمنة وزيت علشان يبقى الرز بتاعي مفلفل وحلو. وبعدين هضيف الكبد بتاعتي في الاخر وهخلط كل ده مع بعض. وطبعا انا بسيبها على جنب بقى علشان تبرد، متبقاش سخنة وانا بحشي الفراخ. انا طبعا هحشي تحت الجلد زي ما انتوا شفتوا كده، انا منضفاها وفاصله الجلد عن اللحم بالمعلقه كده، بس ما تحشوش كتير، ما تملهاش يعني، عشان ما تفرقعش منكم في الحله وهي بتتسلق. قليل قوي 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 هتبقى جميله جدا معاكم وشكلها حلو، وهي بتبقى متحمرة كده وشكلها جميل. علشان ما تفرقعش ما تملوش الرز كتير. انا باخد بقى الرجل بحطها في الفتحة بتاعتها، والرجل التانية بعملها كده، بدخلها فيها علشان ايه، ما تعرفش تتفك. الفرخة التانية هوريها لكم عشان تتأكدوا، يعني تشوفوا ازاي انا حشيت. بصوا سهل جدا لان الجلد مفصول عن اللحم وما فيش اي مشكلة خالص. بدخل الرز وبحطه في لغاية الرقبة فوق، وبعدين من جوه الفرخة نفسها. وعند الوراك معلقة رز هنا ومعلقة رز هنا، بس ما تكتروش خالص. وبعدين بقفلها بقى، الرز ده بقفله بالباقي الكبد اللي هي القناصة، بتكون ايه، سهلة معايا. ودلوقتي هعمل نفس التكتيفة بتاعت الرجلين اللي انتوا شفتوها، وهي بقت الفراخ جاهزة ان انا ايه، اسلقها. انا طبعا بحط القناصة دي في النص كده علشان ايه، ما الرز ما يطلعش منها. هي كده تمام تمام خالص، وجاهزة ان انا اسلقها واجهزها للاكل. ممكن اعمل بقى تركة كده، اخد بهارات الفراخ دي المتشكلة واحاول ان انا ادلك بيها الفرخة من بره كده علشان يبقى طعمها حلو. في حلة على النار فيها مية مغلية هحط البصل والطماطم والجزر، وهاخد الفراخ واحطها طبعا، يعني ايه، ممكن حلة تاني تحطي الفراخ التانية بقى اللي باقية في فرختين تانيين، فقسمتهم على حلتين. وحطيت الحبهان وورق اللورة والفلفل الاسمر. وهي ما بتاخدش سوا كتير، يا دوب يعني بنص ساعة لساعة الا ربع بالكتير، حاسبه، بس ما تخلوهاش ايه تغلي كتير علشان ما تتهريش. طبعا انا طلعتها بطبق كده علشان ما تتهريش مني وتتقطع وتفرقع. هحمرها بالراحة خالص خالص
خلوا بالكم وانتوا بتحمروا عشان ما تتعوروش. وبالهنا والشفا. عايزه تحمريها في الفرن حمريها براحتك، عايزه تحطيها في الاير فراير براحتك، يعني ما فيش اي مشكله ليها. ودي طريقه جميله جدا الفراخ الصغيره الشمورت، بالالف هنا وشفا. عايزه اقول لكم الطعم حكايه، وهي جميله. متنسوش تشتركوا في القناه مطبخ هدى.